يحتل رغيف التنور مكانة خاصة على المائدة الريفية، حيث يتميز برونقه وشعبيته الكبيرة بين شعوب المنطقة. ولا تزال الأمهات محافظات على عراقة وتاريخ الماضي وموروث خبز التنور. يعد الخبز ضرورة يومية لا يمكن التغاضي عنها، ولكن الخبز على التنور يتطلب خبرة ومهارة، وكثيرا ما يختلف طعم الخبز من سيدة أخرى. ولا تزال نساء قرية بشيرية محافظات على هذا التراث واستمراره واتباع طريقة التحضير القديمة نفسها، ومنها السيدة فاطمة سليمان التي تحدثت لنا بالقول: تورثنا من أجدادنا، من ستي ومن أمي، ويعني إحنا زاد توظفنا هالوظيفة هذه من عندهن، والحمد لله قاعد نشتغل وشغلنا متوضع يعني كل الجرية كل العالم وصدقائنا يعني يجي يشتري الخبز. أنتوا كل صبح يعني عم تقوموا؟ كل صبح نقعد ونحط الطحين، ننخله خميرة وملح ومي حار وعجينه وسجر التنور ونجي نخبز. أنا وأصدقائي 4 مشاركين ونجي نشتغل كل صبح. نفيق ناس تخبر ناس، نجي نفيق من الصبح نعمل لما تصبح الدنيا أهل الجرية كلهم يجون يشترون خبز. تورثنا يعني من الماضي، من ستي ومن أمي من الماضي، وهسه أنا يعني العالم مبسوطة عليه أكثر من خبز الأفران. نضيفه نخلوه وضبطوه، حطنا نايلون على وجه العجينة، قطعوه، يعني كل شغله نظيف يعني. عم تسووا لكل القرية؟ كل القرية وكل يعني مناطق حوالينا يجون يشتروا. نطلع الشغلات القديمة ونحافظ عليها، ويعني أي ما عندنا أي مشكلة. اسمي مريم حسن العلي. طريقة العجين نقعد ننخل الطحين ونحضر المي ونحط له الملح ونضيفه بالقونة ونعجنه ونطهيه ونضبطه نظامي، وعاد نجي نباشر على التنانير. شفتي لما هسه شلون نظفناهن، نحط السجور، نوقد السجور نظامي زاد، نشعله لما ما التنور يبيض نبلش نخبز.